علاقتك بمباحث امن الدوله ايه؟ ما هم الدولة، ما هم دول اللي تقصدهم كدولة. انا بتكلم على الدوله، ما قلتش مباحث امن الدوله. حضرتك هم اسمهم مباحث امن ايه؟ الدولة. يبقى اذا هم الدولة. انا ما بتعاملش مع وزارة الثقافة ولا الاوقاف. حتى الاوقاف ما بيقولوش للائمة قل ولا تقل. الاوقاف هو اجراء اداري تنظيمي. انما ما فيش نشرة بتتوزع على وزارة الاوقاف اتكلموا النهارده عن تحديد النسل، اتكلموا النهارده عن تنظيم الاسره، مفيش الكلام ده. احنا اذا تعاملك انت كان مع مباحث امن الدوله؟ مش بس ومع المخابرات ومع الاوقاف ومع وزاره الثقافه اللي بقول لك عليه. لكن هل حد فيهم ليه سلطه ان يقول لي افعل او لا تفعل؟ مباحث امن الدوله ليهم سلطه يقول لي افعل او لا تفعل، قل او لا تفعل. طب هل ده يعني مطلوب ان مباحث امن الدوله، ان ملف مثلا الشيوخ يكون مع مباحث امن الدوله مش مع وزاره الاوقاف؟ مباحث امن الدولة هم جهاز من اجهزة الدولة، وظيفتهم الاساسية. انا عارفهم كويس على فكرة وانت عارفهم، فانا مش انا عارف هم بيشتغلوا ايه. انا بسأل على نقطة، هل الاختصاص هنا مطلوب؟ احنا بنتكلم من غير كاميرا ولا بكاميرا؟ بكاميرا. يبقى لازم الناس تعرف اخرى. طيب. لان مش يكفي ان انا وانت عارفينهم. الناس تعرف مين مباحث امن الدولة. يا جماعة هي جهة اسمه قطاع مباحث امن الدولة، احد قطاعات وزارة الداخلية المسؤول عن امن الدولة. طب ايوه بيعملوا ايه يعني؟ انا بسأل علاقتهم ايه بالشيخ زي حضرتك؟ وظيفتهم الحد والمنع من اي محاولة للمساس بامن الدولة. تختلف. هو الكلام في الدين امن الدولة. اسمح لي. طب كمل. تقديرك لما يمس امن الدولة ولما لا يمس امن الدولة ده مش راجع ليك انت، ده راجع لناس الدولة صرفت عليهم علشان يبقى عندهم الاحساس ده، السنسور دايركشن ده. يبقى شامل ريحة خطر جاي. يعني هم وظيفتهم تدابير احترازية. اوعى تفتكر بقى في امن الدولة ان هي وظيفتهم ان هم امسك قفش اجري هات المعالج بتاعت الليمون. هم مش دي وظيفتهم ولا شغلتهم. هم وظيفتهم الحيلولة دون وقوع شيء يمس امن الدولة. يمكن ده هيجرنا الى نقطة مهمة جدا. رأيك ايه في يعني شيوع الفتاوى النهاردة؟ كل يوم في فضائية طالعة، سامعين كل يوم قناة تلفزيونية فضائية، وكل يوم واحد ماشي في الشارع يروح طالع يقعد يتكلم في الفتاوى، اصبح رجل دين. ايه رأيك في عملية يعني كافة الفتاوي اللي موجودة النهاردة، واللي انا بشوف انها بتعمل بلبلة للمواطن المصري وللشاب المصري؟ انا هحلها ان شاء الله بنفسي. ازاي؟ وبعلن الكلام ده من خلال البرنامج بتاعك. انا هعمل قناة فضائية للازهريين فقط، ويدخل معي من يدخل، وهتقولوا بيزنس وهتقولوا اللي تقولوه يا سيدي بيزنس، بس صلحوا للناس المفاهيم. لا هنعمله وهتنجح ان شاء الله. شوف ازاي بقولها لك اهو. انا فايتر، انا اتحدى. وبعد كده هتيجي تقول ايه؟ هتيجي تقولوا بيزنس وهتيجي تقولوا معرفش ايه. اديني قاعد حاطط ايدي على خدي مستني حد يعملها، ما حدش عملها. انا مضطر ان انا اعملها. انا وبقولها على الهوا، انا بجهز لده. اعمل قناة فضائية ازهرية يكون فيها علماء الازهر فقط، المتخصصين الاكفاء مش الاكفاء. اصل في عندنا اكفاء وفي اكفاء. اكفاء يعني عمي، وفي اكفاء يعني متميزين في مجالهم. هجيب علماء الازهر في كل مجال، اقول لهم لناس ادي يا جماعه القناه دي عيب قوي. لكن انت شايف الناس دول ايه؟ يعني مثلا واحد زي الشيخ صفوت حجازي كيف تراه؟ رجل داعيه مخلص وله ما له عليه ما عليه. اتفق واختلف معه، لكن الراجل لكن هل هو مؤهل ان هو يفتي في الدين؟ لا، انا لا اراه مؤهلا للفتوى في الدين. انا لا ارى غير الازهري مؤهل للفتوى في الدين. درس 14 مادة شرعية، قعد يدرس فيهم 13 سنة 14 سنة. لكن بعضهم يا شيخ خالد، وانا يعني خلينا نتكلم على خطبة الجمعة مثلا. ما انا قلت لك لما بنشوف خطبة الجمعة بتحس انها محفوظة، وكل اسبوع يعني النهاردة مولد النبي، بكرة عيد الاضحى، بعده عيد الفطر، يعني كما انها محفوظة في ازهري. وبعدين ما فيش اتصال ما بين المتلقي وبين الشيخ اللي واقف. فالمهم يعني انما انا شايف هذا الرجل الدكتور زقزوق عامل مجهود في وزارة الاوقاف انا لم اره من وزير قط. وما شفتش واحد بيفرم الدعاء والعلماء وبيحكم الرقابة رقابة الجودة عليهم زي الدكتور زقزوق ما بيعمل. وعدد الدورات وصلت الى 15 و16 و17 دورة في السنة، لكن ما بيفهموش سياسة. الراجل اللي بيفهم سياسة. بس انت دلوقتي بتتكلم في السياسة، خلي بالك. انا سياسي رهيب. بس ده كلام ماشي. وعدم الكلام في السياسة سياسة. طيب خد بالك من الكلمة، عدم الكلام في السياسة سياسة. طبعا. انا راجل اوعى تفتكر يا عمرو ان انا سهل. انا متربي في حارة علمتني كل اصول المرجلة والجدعنة والخربشة. لا قدامه باين. لا والخربشة. لا والله انت بتخربش قوي على فكرة. لا والله باين. ويلموا الفلوس دي بسرعة.
الموضوع الثاني موضوع خاص بالشيخ خالد الجندي اللي هو الداعية الكبير. سمعنا برضو ان الشيخ خالد الجندي كان العربية اللي سايقها له واحدة سكرتيرة بتاعته، هل كان معاه محرم ولا هي بس؟ لا لا لا، الشيخ خالد ما كانتش سكرتيرة هي اللي سايقة، السكرتيرة بتاعته الحاجة أمينة معاه وهو معاه سواق. ومش لازم يعني قضية صعبة قوي معاهم محرم ولا معاهمش في العربية. أهلا هشام اتفضل. الازهر تغريد تتكلم لاخر ساعه، اعتقد ان اول مره تغريد تتكلم، وده يشكل انفراد كامل لاخر ساعه. ومعي في الاستوديو الاستاذ محمد الشماع رئيس تحرير اخر ساعه، وتغريد بتقول مش هتكلم الا امام شيخ الازهر. اولا اهلا بيك ومنور القاهره اليوم، يخليك. وصديقا عزيزا ورئيسا تحرير ناجحه لمجله ناجحه، مجله يعني عمرها طويل، والعدد اللي احنا بصدده 75 سنه 75 سنه، وانتوا عندكم لف بقاله حوالي 8 9 اعداد في ذكريات اخر ساعه لاساتذتنا الكبار. عظيم. تغريد لاخر ساعه تكلم امام شيخ الازهر خالد الجندي العازف على اوتار الفضيحه. في عجاله سريعه، ماذا تقول اخر ساعه في قضيه اعتداء السيده تغريد على الشيخ خالد الجندي؟ والله القضيه او قضيه الاعتداء على الشيخ خالد الجندي ملابساتها يعني غامضه شويه. احنا الدور اللي احنا بنقوم بيه ان احنا بنتابع الاحداث وبنحاول نكشف بعض حقائق. كان من بينها ان احنا عملنا اول حوار مع نقول الآنسة تغريد اللي قامت بالاعتداء على الشيخ خالد الجندي، وكان حوارها يعني غريب وبتكتنفه يعني عدد من النقاط والزوايا الغامضة. اديني ملاحظتك على حوار تغريد معاك يعني على التليفون. هي قالت لنا ان الشيخ خالد خرب بيتي وخرب بيت ناس تانية، وبتقول ان هي هتتكلم قدام شيخ الازهر، واحنا بنقول لها انت يا مدام، فقالت لا انا انسه وانا عندي بنت الفنانه ياسمين الخيام، الفنانه المعتزله ياسمين الخيام. فكلامها فيه اضطراب وفيه بعض الحقائق احنا مش هنقدر نجزم بهذا، واعتقد ان هي مسؤولة امام جهات التحقيق وهيتبين حقائق كثيره يعني ممكن ندهش بسببها، لكن احنا ما نقدرش نقول الا لما نكون عندنا ادله ومعلومات ثابته. عظيم جدا جدا. وايضا هنا المفروض ان الشيخ خالد الجندي ينفي معرفته بالسيده التي ضربته ثم ابلغ اسمها بالكامل في تحقيقات النيابه. خالد الجندي لاخر ساعه تغريد تحمل قائمه اسماء دعاه تنوي الاعتداء عليهم. هل انقذت السيده ياسمين الخيام داعيه بيت بيتك؟ وهي بقى تغريد بترد الشيخ خالد يعرف من انا حق المعرفه، اخذت حق ياسمين الخيام وامي والشيخ الحزري، والجندي عدو الله والنصر آت لا محاله. هذا ما تقوله تغريد، وهذا ما تقوله آخر ساعة في هذا الملف المهم. خالد الجندي العازف على أوتار الفضيحة. طيب هذا عن آخر ساعة، وطبعا انحيازك لآخر ساعة وانحياز أيضا لك. خلينا نبدأ بآخر ساعة. ماذا تقول في؟ أنا لا أعلم هناك ما هو أقبح من الصوت العالي. ده ربنا ما جابش تشبيه زي إن هو الصوت حمار. الحمار فقط هو اللي صوته عالي، ومحدش يزعل من التشبيه، ده القرآن اللي قال واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير في سورة لقمان. هو صوت الحمار بس اللي عالي. احنا يا جماعة ايه حكاية الميكروفونات؟ وبعدين يا جماعة انتوا مش مصدقين، احلف لكم على ايه عشان تصدقوا؟ ان يا ارباب المساجد، يا قائمين على شؤون المساجد، احلف لكم بايه ان في مرضى، احلف لكم بايه ان في ناس قاعدة بتذاكر، احلف لكم بايه ان في نصارى، في ناس مسيحيين مالوش ذنب انك انت تقول له الساعة 4 الصلاة خير من النوم يا اول خلق الله، والراجل راجل مسيحي له احترامه وله حقه في الوطن ده زيه زيك. ربنا هيسألك عنه يوم القيامة، هيسألك عن راحته وعن نومته اللي انت عملتها فيه. يا جماعة مش معقول الكلام ده. يعني كفانا بقى. ده السيد الوزير الاوقاف لما قال توحيد الاذان قاموا عليه ان الدين عند الله الميكروفون، قاموا عليه كأن الميكروفون ده ايه يا جماعة في ايه؟ وتسمع تداخل الاصوات، المصيبة اللي بتحصل دي، ده كلام فعلا هنتكلم عنه باستفاضة. لكن فعلا انا مع الاستاذ عماد في هذا الملحظ الهام. كفاية ميكروفونات، وطوا الميكروفونات، بالراحة على الناس، بالراحة على الناس. الصوت العالي بيجيب مصايب اعلى، الصوت العالي بيجيب كوارث اعلى، الصوت العالي بيجيب نفور اعلى. المصيبة الثانية بقى والكبيرة خالص بقى الحقيقة، يعني
ان الشيخ خالد الجندي بيقول ان الاذان، انا بس عايز اجيب كلامه الاول علشان ما حدش يقول انت جبت الكلام ده منين او بتتقول مثلا على الشيخ او اشياء كهذه يعني. الشيخ خالد بيقول بالنص كده، وادي كلامه، ان الصوت بتاع الاذان، صوت الاذان ده صوت اشبه بصوت الحمير، واستدل بالايه ان لما بيعمل في الميكروفونات يعني ان انكر الاصوات لصوت الحمير، وبيقول ان الميكروفونات دي بتزعج شوف الازعاج هنا، بتزعج المسيحيين وبتزعج مش عارف مين وايه وايه وايه. طيب بمنتهى البساطة كده والرد على هذا الكلام، الاذان طبعا اعلام بدخول الوقت، ولازم يكون اعلام، وانا هقدم جوه الجامع ولا هقدم في سري؟ اذان اسمه اعلان، ودولة مصر دولة مسلمة والمآذن فيها ميكروفونات عشان تقول للناس ان في اذان، ولا يعني ده اللي هيقلق الناس؟ امال الاغاني ما تقلقش الناس. اصوات الكنايس والاجراس اللي بيضربوها تن تن دي ما بتجد الله، دي ما شاء الله بتبسط الناس، لكن هو الاذان بس اللي بيتعب الناس. وبعدين النصارى ايه زعلانين من ايه؟ مش عاجبهم يمشوا. مصر دولة مسلمة والاسلام هو اللي بيحكمها، واحنا الحمد لله الاكثرية والاغلبية هم بيشكلوا بالكتير حوالي 7% ولا 8%، 10 يعني قول انما الاكثرية موجودة، واللي مش عاجبه يمشي. انما احنا نقول ان الاذان بيتعبهم وبيضايقهم، والاذان بيزعج صوت ويزعج الشعب المصري. مين قال لك انه بيزعج الشعب المصري؟ كان الاذان بيزعجك انت، احنا ما بيزعجناش الحمد لله، بالعكس بنطرب لصوت الاذان والله العظيم، والواحد بيقول الحمد لله ما شاء الله. ده انا عشت 4 سنين في امريكا، كنت لما بتصل بمصر وواحد يكلمني وبعدين يكون جنبه جامع والاذان بيدن، اقول له ارجوك افتح سماعة التليفون وما تتكلمش شوية، خليني اسمع الاذان الجميل بتاع بلادنا اللي احنا محرومين منه الا في المساجد، ونؤذن داخل المسجد. فبصراحة كانت كلمة وحشة جدا جدا جدا. ده كلام برضه تقول على الاذان واللي بيقولوه حمير برضه، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الحقيقة هقول ان دي كانت يعني اندفاع منك بغير تروي. ارجع مرة اخرى وتوب الى الله واستغفر الله عما بدر منك. الحاجة الثانية مش عاوز يفوتني ابدا الواجب اللي لازم يتقال. بنقول لقداسة البابا شنودة الف حمد لله على السلامة. قداسة البابا شنودة هو اب لكل المصريين، مش اب للمسيحيين بس، واحنا كلنا نعلم ما يمثله هذا الرجل المعتدل المؤمن الوسطي، ما يمثله من اعتدال ومن تدين. نشعر انه تدين هو يؤديه بصدق وبموضوعية، والحقيقة عودته فرحتنا كلنا، فرحت كل المصريين المسلمين قبل المسيحيين. وعاوز اقول حاجة، ان قداسة البابا شنودة بيستمد شرعية وجوده من حب المسلمين اللي موجودين في مصر دي قبل المسيحيين. وقداسة البابا شنودة بيؤكد احتياج البلد لأمثال هذه العقلية الإيمانية اللطيفة، وأنا تشرفت بإني كنت في استقباله وتحياته. وبرضه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ سيد طنطاوي بيستمد حب الناس ليه أو وجوده في مصر من حب المسيحيين ليه قبل حب المسلمين. البلد اللي بتحب رموزها الدينية هي البلد اللي هتفضل على وتيرة طيبة من الخير ومن الفضل. البلد اللي بتاخد موقف من رموزها الدينية الأمر يبقى خطير جدا بالنسبة لهم، وينتشر فيها كل الآثام أو كل الموبقات اللي ممكن. حقيقي احنا محتاجين ناس أطهار طيبين يكونوا رموز دينية، كلنا نتبعهم ونسمع كلامهم، وبيمثلوا عندنا غطاء من الحب. ربنا يبارك لنا فيهم جميعا ويرحم من مات من كل الناس يا رب العالمين. شكرا. الموقف الاولاني
انه طالع بيقول، والكلام طبعا موجود وانا هقوله بنصه الحقيقة، بيقول مش عايز يفوتني ابدا الواجب اللي لازم يتقال، بنقول لقداسة البابا شنودة. قداسة يا مولانا ولا نجاسة؟ ما انا مش بشتم، لا انا مش بشتم، ده الله يقول في سورة التوبة انما حصر وقصر انما المشركون نجس. طيب ارجع بقى لسورة المائدة الآية 17 و72، هنجيب 72. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ثاني، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم الى اخر الايات. وانت عارف الايات، يبقى ازاي تقول قداسة وانت بتقول على حاجة فيها نجاسة؟ ده اسمه نفاق والعياذ بالله. شو نقول بقى كمان اللي جاي كمان، بقول له الف حمد لله على سلامة قداسة البابا، هو اب لكل المصريين مش قصدي للمسيحيين بس. ليه؟ هو ابوك، اذا كان هو ابوك هو مش ابويا، انا متبرئ منه خاصة بعد اللي عمله وبعد القبض على اختنا كاميليا وقتل اختنا وفاء. وبعدين يقول كلنا نعلم ما يمثله هذا الرجل. بص بقى بيصفه بايه؟ المعتدل المؤمن الوسطي. بالله عليك يا مولانا تب الى الله استغفر. ده معتدل؟ نجاسة البابا شنودة ده معتدل ومؤمن؟ يا سلام، يبقى هيروح الجنة معاك ان شاء الله ده ولا ايه؟ وكمان وسطي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. نشعر انه تدين يؤديه بصدق وموضوعية، والحقيقة عودته لما رجع من بعد ما كان بيتعالج يعني فرحتنا كلنا وفرحت كل المسلمين قبل المسيحيين. مين اللي قالك تتكلم عن كل المسلمين؟ مين اللي قالك يا مولانا ان كل المسلمين فرحانين بعودة شنودة؟ وبعدين بقى يقول ايه؟ عايز اقول حاجة، قداسة البابا شنودة هو اللي بيقول بيستمد شرعية وجوده. هو له شرعية في وجوده؟ هو له شرعية؟ يعني كلام بصراحة يعني نفاق معلش سامحني ما تزعلش مني يعني. يستمد شرعية وجوده من حب المسلمين الموجودين في مصر له قبل المسيحيين. مش هعلق. قداسة بيقول لك، يقول ايه كمان؟ قداسة البابا شنودة بيؤكد احتياج البلد لامثال هذه العقلية. احنا محتاجين لشنودة فعلا، محتاجين عشان ينشر الكفر ويربط على الاخوات ويكسر حكم اكبر محكمة في مصر ما يلتزمش بيها. وبعدين يقول انا تشرفت باني كنت في استقبال وتحياته. والله انت حر اذا كنت عايز تحشر معاه، اسأل الله ان لا يحشرك معاه. دي المصيبة الكبيرة. ومش هعلق اكتر من كده لانه الشيخ خالد فاهم كويس وعارف، بس انا بنصحه لله سبحانه وتعالى، لانه لما جه البحرين اتصل بيا ايام ما كنت في البحرين فاحسبه على خير. علشان كده بقول اتق الله يا شيخ خالد في المصيبة الاولانية دي وتوب الى الله وارجع كذب الكلام اللي انت قلته. يعني مش عيب ولا غلط انك انت، ليس من العيب ان نخطئ ولكن من العيب ان نتمادى في الغلط. اما بقى اللي سياتي على امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هو يتكلم عن اصحاب الرايات الحمر اللي هي بيوت الدعارة. باختصار في وقت الجزيرة العربية كان اسمها، بدل ما بنقول احنا النهاردة كداريات، زمان كان اسمها اصحاب الرايات الحمر. فالمجلس اللي يجتمع فيه 4 حرير وخمر ومعازف وزنا ده مجلس ملعون، واللي فيه ملعون، واللي يحضره ملعون، ده كلام مش محتاج كلام. يمكن يعني برضو الحديث اللي استشهدت بيه ياتي في قوم في اخر الزمان اللي همسحوا قردة وخنازير، ده كان مقصود بيها مين؟ احنا قلنا يا جماعه اي كلمه فيها كلمه معازف المقصود منها المجالس المعده للعزف. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. اما متن الحديث هل هو صحيح ام ضعيف، انا الحقيقه لم اطلع على سند الحديث من حيث الصحه والضعف، فمش عاوز افتي فيه. لكن فلم يترك سوى قلبي الشاجن ناشدت. انا بدي لفت نظر ان في بيانو جميل موجود هنا. انت بتلعب بيانو؟ يعني ليا كده ما انفس عن نفسي بالموسيقى التي احارب من يقول انها حرام.
الموسيقى انا ارى انها من اجمل ما خلق الله ومن ارقى ما خلق الله ومن اجل نعم الله. وهنا لما بقول الموسيقى حلال والاغاني حرام، الاغاني حسب الكلام الذي يقال في هذه الاغنيه، اما الموسيقى فهي من ارقى ما خلق الله عز وجل. والحقيقه الدكتور يوسف القرضاوي بالمناسبه يعني ابلى بلاء حسنا وعمل مرجع نفيس اللي عاوزه يقراه قبل ما يتكلم في موضوع المعازف ده. اي واحد بتلعب ايه بقى؟ بتعزف ايه بقى؟ حلوه تلعب ايدي. لا انا شوف التعبير العلم يشكو أهله وخصومه الازهريين بشكل عام، الازهريين ودماغهم حلوه جدا زي ما بيقولوا كده بلغه الموسيقى يعني بيعرف عندها قوه التقاط، الهد بتاع الالتقاط بتاع الازهري، لان احنا حياتنا كلها حياه تلقينيه، في تلقين شغال صحيح، فجهاز الالتقاط عندنا شغال على طول. فلما يسمع لحن او نغم بعضنا يستطيع ترجمته. وعلى فكره انت شفت الكلام ده، شفت ان الملحنين كبار في الخمسينات والستينات وكانوا شيوخ اصلا خارجين الازهر، سلام حجازي وداوود حسني وما اعرفش ايه وسيد درويش والشيخ خالد الجندي مطربا. إذا شغلك العلم عن غيره كفيت بالعلم عن غيره. العلم في العلم رسالة. أنت يعني أنا ما بعتبرش الموسيقى رسالة، أنا عاوز رواية. الموسيقى علاج. أنا بعتبر الموسيقى ترفيه، علاج نفسي للموسيقى. طبعا ما أنا بقول لك أهو الموسيقى علاج وترفيه، إنما ما هيش رسالة. نفسك كده بتدندن بايه بقى وانت قاعد على البيانو الجميل بتاعك ده؟ والله أنا أعشق الألحان الإسلامية. يعني مثلا لما تسمع نفسك كده بتدندن بايه بقى وانت قاعد على البيانو الجميل بتاعك ده؟ والله أنا أعشق الألحان الإسلامية. يعني مثلا لما تسمع قف بالخشوع ونادي ربك ياهو، قف بالخشوع ونادي ربك ياهو، قف بالخشوع ونادي ربك ياهو، فهو الكريم يجيب من ناداه. لكن ما تلعبش لأم كلثوم حاجة. ما هو كنت انا في البعدين لما كنت انا بقيت عمري انا وخصومه تشكو الوهن العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن دفنوا البصيرة والمهابة والمعازة في كفن. قال أهل العلم من تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب. أنا تخصص علم الحديث أتكلم في الحديث، تخصص عقيدة أتكلم في العقيدة، تفسير أتكلم في الجن، تخصصه وعظ يتكلم في الوعظ. أما الدخول في مثل هذه المسائل فهذا يعني ما ليس له. وعاوز أقول له لو أردنا أن نكيل لك بمثل ما كلت لغيرك من أهل العلم إذا لفعلنا فأشوينا، ولكن عبأت لك حلم، يعني كما قال الشاعر عبأت له حلمي لأكرم غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. يعني نقاط الضعف واضحة، ولكن أنا سأمر عليه مرارا الكرام ولا أعلق على هذا إلا فيما نحتاجه في النقد العلمي.